ما تم في مجلس إدارة تي داتا الجديد، ان هو يتم تغيير في مجالس الادارات 2 من الشركات المملوكه بمصرية الاتصالات سواء كليا او جزئيا، وهي الشركه المصريه لنقل البيانات تي داتا وشركه اكسيد. المجلس في اول يوم طلع عدد من القرارات. اول قرار تم ترشيحي لرئيس مجلس اداره وتم الموافقه عليه بالاجماع. رئيس مجلس الاداره ده هو رئيس المجلس اثناء الانعقاد، ولكن السلطه العليا لمجلس الاداره. هذا الكلام هنا وفي اي حته ثانيه. رئيس مجلس وليس رئيس وزراء. رئيس مجلس، هي اسمها رئيس هنا اسمها رئيس مجلس اداره، فهو بيرأس المجلس في اثناء الانعقاد ودوره غير تنفيذي ولا يتقاضى اجرا. بعد التجديد بقى دلوقتي تقدر ب 50 جنيه تشترك 1 ميجا سرعه وليك كوتا 10 جيجا. فده طبعا يعتبر سعر ما كانش موجود قبل كده، ان انت تشترك 1 ميجا ب 50 جنيه. عارفين انها كارد او ليميتد ب 10 جيجا، ولكن دي تعتبر لناس كتير مناسبه، صح؟ بالتالي الناس حتى اللي بتستخدم الموبايل بالنسبه لها ده يعتبر شيء مناسب، 10 جيجا كل شهر. السرعه اللي بعد كده ال 1 ميجا بقت ب 95 جنيه، زي ما حضراتكم كلكم عارفين. ال 512 هي اللي كانت ب 95 جنيه، فدلوقتي بقت بنفس ال 95 جنيه تقدر تاخد 1 ميجا. تمام يا فندم؟ بعد كده ال 2 ميجا بقت ب 140 جنيه. برضو زي ما حضراتكم عارفين قبل كده كنت بتاخد 1 ميجا ب 140 جنيه، دلوقتي تقدر تاخد 2 ميجا ب 140 جنيه. فحضراتكم بالتالي شايفين الفرق الاسعار. و10 جيجا تنزيل. ممكن اضيف حاجه بس على جروب معتصم. حضرتك بص كمان على الثروتلينج اللي هي بعد ما تخلص الكوتا بنقفل السرعه بتبقى بكام. فحضرتك من اول ال 140 جنيه انت بتنزل على 512. 512 دي كانت سرعه اصلا الناس بتيجي تدفع فلوس عشان تشترك فيها. فانت دلوقتي بقيت بادي للناس حتى لو خلص الالاونس بتاعه بقى بينزل على سرعه يعني تمشيه وتخليه يعمل كل حاجه. يعني ال 2 ميجا دي فعلا كانت ب 220 جنيه، دلوقتي بقت ب 140 جنيه. ولو حصل زي ما الباشمهندس محمد بيقول انت خلصت الكوتا اللي هي 150 جيجا، خلي بالنا ان 150 جيجا دي كوتا كبيره جدا، ما حدش مش اي حد يقدر يستخدمها. يعني ممكن بقى لو حد عامل لاين شيرنج او حاجه او شبكه، حتى لو زي ما الباشمهندس محمد بيقول. حتى طبعا 512 دي سرعه يعني. بعد كده ال 4 ميجا بقت ب 220 جنيه، وطبعا دي كانت ب 380 جنيه، فتم التخفيض من 380 جنيه الى 220 جنيه. ال 8 ميجا بقت ب 350 جنيه، والسعه التحميل بتاعتها 300 جيجا. فطبعا دي الاسعار الجديده المخفضه بالمقارنه للقديم. الاسعار بقى الناس اللي موجوده اوريدي. طيب واحد مثلا بيقول انا موجود دلوقتي مثلا على 1 ميجا وبدفع 140 جنيه وعاوز افضل على 1 ميجا اللي انا قاعد عليها وادفع 140 جنيه، براحته. احنا بنقول له ان في خدمه اخرى تقدر تدفع 95 جنيه بدل ما تدفع 140 جنيه، ولكن عاوز يفضل على ال 1 ميجا ويدفع 140 جنيه براحته، السرعات موجوده، يفضل زي ما هو.